يا ترى ليه ممكن حد يطفو في المية أحسن من حد تاني؟ وليه جسمك بينزل وبيغرق بسهولة؟ وإزاي برضو إحنا بنطفو؟ في مرة أرشميدس كان راجع من الشغل وداخل يستحمى، ملى البانيو على آخره مية، وجه يقعد في البانيو، المية خرجت من البانيو. طيب ولما مثلا بتحرك إيدك للجنب في المية والمية بتعلى فوق بتنزل تحت تاني بتأثير الجاذبية، يبقى المية هتزقك لفوق بنفس مقدار القوة اللي انت زقتها بيها، ودي حاجة اسمها الايكوليبريم ما بين الجاذبية والبوينسي او الطفو. طيب ليه بقى ممكن حد يطفو في المية احسن من حد تاني؟ علشان الكثافة ببساطة هي مدى تماسك او قرب الجسيمات عن بعضها في المادة او الكتلة. الطوبة هتغرق طبعا علشان وزنها تقيل مقارنة بحجمها. مين كمان ممكن الطفو عنده ما يبقاش كويس؟ اللي عنده عضلات كتيرة كثافتها عالية، وده عكس البيبي طبعا اللي هيطفو بسهولة لأن عنده العظم أخف والعضلات أقل. نفس الكلام لو حد عنده دهون زيادة الطفو عنده هيكون أحسن من اللي عنده عضلات كتيرة. عايزك تعرف برضو إن في حاجة اسمها مركز ثقل الجسم بيكون عند السرة كده، ومركز الطفو. أخدت نفس كبير ومليت رئتك هوا، طفو عندك هيبقى أحسن. فضيت النفس هتلاقي نفسك بتنزل لتحت. لو رفعت دراعك فوق راسك كده هتقرب مركز ثقل الجسم من مركز الطفو، فكده الطفو عندك هيكون احسن برضو. غير انك ترفع ايدك فوق راسك، انك تتني ركبتك ده هيساعدك برضو على الطفو بشكل احسن. وكمان لو حركت رجلك او لو عملت ضربات رجلين ده هيديك قوة ترفعك لفوق. فتكوين جسمك مع سعة الرئتين مع حجم العظام مع حجم العضلات مع كمية الدهون، كل ده هيفرق في الطفو بتاعك في المية.